السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. اليوم رجعت بواحد لا فيديو صوبت فيه في قيقصه مالحين، وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في التحضير ديال هاد القيقصات اللي كيجيو بصراحه زوينين بزاف ولذاذين بالنسبه للعشاق المالح. اللي كان اول مره كيشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بلايك وابوني، كذلك يبارطاجي لا فيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بالنسبه للمقادير، هنايا كنحتاج كيلو الا ربع تقريبا ديال الطحين، ديال دقيق الفورس او الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات. كما كتشوفوا خديت ملعقه ديال الخميره، درتها في كاس ديال الماء باش تفاعل باش تذوب، وعندي ملعقه كبيره ديال الملح، عندي نصف ملعقه كبيره ديال الابزار، وعندي ثومه كذلك درت نصف ملعقه ديال ثومه بودر. اللي ما توفراتش عندها ثومه بودر فدير جوج ريوس ديال الثومه محكوكين رقاق. هنايا اخديت جوج معالق صغار عامرين ديال لاموطاد. وبالنسبه للزبده فكتبقى يعني اي نوع من الزبده ديروه، يعني درت هنايا القياس ديال جوج معالق كبار عامرين مزيان ديال الزبده ديال لده اللي هي زبده خاصه بالحلويات. وهنايا خديت زيت العبار او القياس ديال واحد 3 المعالق كبارين ديال زيت المائده. وبالنسبه للمقادير كاملين كندخلهم، يعني كندخل في شي باش هكذا الزبده ما كتبقاش مكوره معنا بزاف. هنا ضفت بيضه كامله وملعقه ديال الخل. هنايا داك الكاس ديال الماء دافي اللي درت فيه الخميره، وكنخلط يعني جميع المقادير او المكونات. هنا بديت كنضيف الماء، من طبيعه الحال الماء دافي. بالنسبه هنايا اللي عندها يوغورت دانون مسوس دانون طبيعي فتضيفوا، انايا ما كانش وفر عندي وما ضفتوش بصراحه، نسيتو يعني حتى بغيت نبدا وعاد تفكرت انني ما جبتوش. كما تشوفوا العجين ديالي يعني ماشي قاصح وماشي مرخوف بزاف. كنقسم العجين ديالي على 4 اجزاء او 4 الكويرات. كل كويره كندير فيها مثلا الكويره الاولى درت فيها الزيتون كحل، الكويره الثانيه درت فيها الهريسه مع شويش ديال مطيشه، ولا كويره درت فيها الربيع وشويه ديال الحار كذلك. و اعتذر ماشي الحار، درت فيها توابل ديال الحوت استسمح، وكويره الرابعه فدرت فيها الزعتر. كندخلوا المكونات هكذاك في كل عجينه كندخلوا دوك المكونات وكنديروهم في سلوفان وكنخليوهم على جنب، يعني كنخدموا غير وحيده بوحيده. كما كتشوفوا هنايا فانا كنحاول ندخل يعني دوك المكونات وسط العجين. بالنسبه للعجينه اللي فيها المطيشه ديال الحك وشويه ديال الهريسه فكشويش كتجي مرخوفه، لكن زعما ماشي مشكل، يعني كتخدم. يعني الا تلصقات معكم شي شويه فكنضيفوا لها شويه ديال الطحين، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صافي كما لاحظتوا معايا هنايا فكاملين درتهم في داك السلوفان. وهنايا من بعد ما خليتهم ارتاحوا واحد شويش لمده ديال واحد 10 دقائق بحال هكاك، فصافي مشيت كناخذ الكويره الاولى او العجينه الاولى فكنقطعها هكذا على شكل حرابل صغيورين باش هكذا هكا نحربلهم يجيو رقيقين. وبالنسبه للرق فانتوما المهم على حسب، يعني كيما نتوما وشنو كتبغيو، واش رقاقين بزاف واش غلاضين واش. المهم انايا درتهم هكذا
ومن بعد لاطه فرشت ليها داك ورق الزبده وحطيت فيها دوك الحلابل ديالي. بالنسبه للفران فكنكون يعني مشعله قبل على درجه حراره 180 ولا 190، وكنشعل عليه الفوق والتحت بطبيعه الحال، والمده ديال 10 دقائق صافي كنخرجهم. يعني كنحاول ما نخليهمش يطيبوا بزاف، غير يشدوا راسهم ما يتحمروش بزاف حتى كنقطعوهم. وهنا درت هاد الحرابيله ديال الحار فداك الصفيحه ديال الفرن. هنايا كما تشوفوا صافي طابوا، يعني كينتفخوا واحد شويه ولكن ما خليتهمش يعني يحمروا بزاف. هنا خديت واحد المقص وبديت كنقطع هذاك الفقيقسات ديالي بهذا الشكل بهذه الطريقه. كاين بزاف ديال الطرق اللي بغى يديرهم على شكل مربعات، على شكل معينات، على شكل هذا. المهم انا درتهم كاملين بهذا الشكل. وهنايا دخلتهم للفران تحمروا من الجوانب، يعني ما كنقلبوش كل وحده بوحدها، يعني كنقلبوا هكذا بشي معلقه ديال العود وصافي. كتشوفوا ياخذوا معنا واحد اللون ذهبي زوين بزاف، وصراحه لا شكلا ولا مذاقا فهما رائعين بالنسبه لعشاق المالح. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم والتعليقات الزوينه. الى اللقاء.